ازاي صينيه سعرها 1400 جنيه تاخدها ب 1000 جنيه عادي جدا؟ ركزوا في الفيديو بقى علشان المكان النهارده سراي فاطمه مش مجرد مطعم، هو مكان شيك وكوزي كده كانك داخل تاكل في قصر، ودي من مميزاته. ازاي متكامل بقى، يعني بيحقق لك اكل بكميات كويسه وسعر كويس وكواليتي كويسه بفايب مختلف. مكونات الصينيه بقى نفسها ايه يا ترى؟ تعالوا اقول لكم، بس قبل ما اخش اقول لكم المكونات ما تنسوش تشربوا الويسكي من عندهم. مكونات الصينيه بقى نص كيلو كباب، نص كيلو شيش، نص كيلو كفته، نص كيلو سجق. الكفته عجبتني قوي، طعم اللحمه باين فيها قوي. من الحاجات العظيمه في الصينيه دي ان هي مكمله بعضها كده، هترضي كل الاذواق. ده صراع ما بين الناس اللي بتحب الفراخ واللي بتحب اللحمه. وعلى فكره اكتر حاجه عجبتني ان الكباب كان بيقطم كده، ما بيشدش في بقك خالص، فالموضوع برده كان لذيذ ورايق. السجق بقى كانت فرمته حلوه ما بيقرقش، ودي حاجه عظيمه. كان فيها كمان ممبار بايتس. السمبوسك اللحمه كانت محشيه كويس قوي. يا جماعه الصينيه فيها كمان نص كيلو ممبار، وفيها ورق عنب، وكيلو ونص رز بالخلطه. بصوا بيقدموا العيش ازاي. ونصيحه مني بقى بره عن الصينيه، لازم تجربوا طاجن ورز معمر بالحمام، بجد ممتاز.